أسئلة كتير قوي شغلت دماغ علماء الآثار عن سبب موت الملك الشاب توت عنخ آمون، والآراء اختلفت عن سبب موته لأنه مات في سن صغير قوي حوالي 19 سنة. تعالوا معايا نتعرف عن الآراء اللي اتقالت عن موت الملك الشاب توت عنخ آمون. في رأي بيقول إنه مات بسبب إصابته بالغرغرينة نتيجة إصابته بكسر في الساق. وبالمناسبة الملك توت عنخ آمون كان بيعاني من تشوه في قدمه اليسرى، وكان بيستخدم عصاية يتسند عليها في المشي، وده كان واضح جدا في بعض تماثيله اللي كانت دايما بتظهره وهو ماسك عصاية في إيده. على الأرجح إن الملك توت عنخ آمون كان أعرج بسبب التشوه الخلقي اللي قلنا عليه قبل كده في قدمه اليسرى. ومن ضمن عكازات الملك توت عنخ آمون كان بعضها على شكل الأسرى الأفارقة اللي أحفادهم طالعين اليومين دول بينسبوا الحضارة المصرية لأجدادهم وليهم. وعجبي رأي تاني بيقول إن الملك توت عنخ آمون مات بسبب عملية اغتيال نتيجة وجود كسور في عظام الجمجمة والفخذ، وبيرجحوا إن عملية الاغتيال دي تمت عن طريق وزيره اللي كان بيطمع في الاستيلاء على عرش مصر. والأدلة على كده أولها زواج الوزير ده من أرملة توت عنخ آمون، واللي تم العثور على ختم عليه اسم وزيره واسم أرملة الملك توت عنخ آمون. كمان بعد وفاة الملك توت عنخ آمون أرملته أرسلت لملك الحيثيين عشان تتجوز واحد من أبنائه، إلا إنه تم اغتيال ابن ملك الحيثيين قبل ما يجي لمصر، واللي عمل كده هو وزير الملك توت عنخ آمون. وفي رأي تاني بيقول إن الملك توت عنخ آمون مات بسبب صراعه مع واحد من أفراس النهر، وده اللي تسبب ليه في كسر في الجمجمة والفخذ. وفي دراسات تانية بتؤكد إن الملك توت عنخ آمون مات بسبب إصابته بالملاريا. الحقيقة بقى إن المومياوات ليها أهمية كبيرة جدا، لأنها بتساعد علماء الآثار في معرفة أسباب مرض الإنسان في المجتمع المصري القديم، زي حالة الملك توت عنخ آمون أو حالة الملكة حتشبسوت لما فحصوا المومياء بتاعتها اللي اكتشفوا إنها ماتت بالسرطان، وكمان كانت بتعاني من السمنة. افتكرت حوار كنت بسمعه لزي حواس إنهم كانوا عايزين يعملوا فيلم بيتكلم عن حياة الملكة حتشبسوت، وكانت إلهام شاهين عايزة تمثله جدا، لكن لما اكتشفوا الأمراض اللي عانت منها الملكة صرفت نظر خالص. المومياوات كمان ساعدتنا جدا في معرفة مدى التقدم اللي وصل ليه المصري القديم في مجال الطب، زي ما شفنا مومياء لشخص اكتشف العلماء في الموميا دي إن في عظام الركبة اليمين جسم معدني، واكتشفوا إن ده مسمار تم تثبيته لتقويم عظام الركبة. وبكده عرفنا إن قدماء المصريين هم أول من عرفوا عمليات تقويم العظام المكسورة. العلماء اكتشفوا برضه مومياء لسيدة كانت بتملك شعر مستعار ومجدول، وإنهم كانوا حاشين تحت جلدها مواد معينة عشان يحافظوا على الجلد بمادة أشبه بالفيلر تحت الجلد، وغيره وغيره من الأمثلة اللي بتدل على أهمية المومياوات في معرفة معلومات عن حضارة المصريين القدماء والحقائق التاريخية. وبس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.